شكرا. النهارده هنعمل ايه؟ حاجه ايه مختلفه جدا، صوره واضحه الحمد لله. هنعمل انبوكسنج للبتاع اللي انا اشتريته من جوميا ده كان اول حاجه عملت عليها انبوكسنج تقريبا. ده المايك، مايك ايه ده القناع. وقلت ايه الفوائد، ما عملتش انبوكسنج يعني، بس قلت ايه الفوائد بتاعته. ده هو التريننج ماسك. ماشي. اشتريت ايه بقى؟ انا عندي مشكله في ظهري كده مستمره من ساعه ما كنت بلعب كوره. كان تدخل عنيف جدا، فنزلت مش عارف حصل ايه في ظهري، فقرتين تقريبا، فحصل مشكله، فتعالجت وقعدت فتره كبيره جدا في السرير. ودكتور بقى لو مش عارف شوط كوره هتتشل، والكلام اللي هو المحبط نفسيا ده اللي كان خلاص مخلي الواحد منتظر الموت. فالحمد لله ربنا عافاني، واستخدمت ادويه كتير وحقن كتير، بس لما استخدمت الحجامه فرقت معايا جدا، وانا محتاج اعمل واحده كمان. فجبت ايه؟ جبت جهاز يعني حاجه زي اجهزه المساج، فنفتحه سوا كده. بحب اللحظه دي جدا. شكرا. ماشي، انا لسه بكتب اسمي غلط اكيد. ماشي. لا انا مش عارف بقى اقول لون احمر ولا لون ازرق، المهم يعني. ما شاء الله، واضح. كول. انا بقى مش عارف ايه يعني ايه. هو المفروض ان انا هجرب، تحرق بقى احنا وحظنا. جاي معاه الثلاث حاجات دي مش عارف يعني دي ازاي اصلا انا عامل بيها مساج، مش عارف، حاده جدا. جايب معاه المفروض التلاتة دول بيتفكوا ويتركبوا، بس انا خايف ايه، انا مش عارف، خايف. انا عنيف جدا مع الحاجات الجديدة. خليها طيب. الجهاز ده بقى وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو المفروض يعني ان هو ايه، بيعالج ربنا طبعا سبحانه وتعالى، بس ده بيساعد يعني. ماشي. انا حاسس ان انا فاشل في الحاجات اللي بنعمل فيها انبوكسنج دي، بس انا يعني ايه بستمتع جدا وانا ببوظ الحاجه وانا بفتحها. طيب الجهاز ده بيعمل على بعث ذبذبات وهزازات للظهر ولا اي منطقه عايزه تتفك. في جاي معاه الثلاثه دول. بص هتلاقي سعره كام. ليه 3 اسعار. ليه 240 و275 و300 وحاجه. فهات ابو 240 ده، يعني هما الثلاثه واحد. ده من جوميا، وانا هحط ان شاء الله اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن عشان لو عايز تشتريه. وفي نفس الوقت يعني هو هيبقى جزء من العلاج، بس انت تواظب عليه، لان انا لما كنت بعمل جلسات علاج طبيعي كنت بعمل بده وجهاز تاني كده مدور بيتحط فيه كهرباء. فانا ان شاء الله ايه احتمال اجيب الجهاز ده عشان انا محتاج اعمل علاج طبيعي بشكل ديلي، علشان ظهري تعبان شويه. فتدعوا لي ان شاء الله، وهعمل ان شاء الله ايه انبوكسنج لو جبت حاجه ان شاء الله يعني. ماشي، يلا السلام عليكم. طيب بما ان ده فيديو جديد وحاجه جديده، فانا اكيد مستني رايك في الكومنتات، متنساش تكتبه. سلام.